السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. فيديو جديد في قناة عالم ملك. نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم جميعا يا رب العالمين. النهاردة زي ما انتم شايفين بقى ايه، أول يوم العيد وفتحت على الفسيخ اللي أنا كنت عملته معاكم. عايزة أقول لكم الفسيخ طلع تحفة، مش قادرة أوصف لكم بقى، كان طعمه زبدة كده واستوى وبقى زي الفل. زي ما انتم شايفين اهو اللفة اهي اللي أنا كنت لفاها. هنبتدي بقى نفتح على الفسيخ ونشوف الفسيخ بتاعنا ده عامل ازاي. عايزة أقول لكم تحفة تحفة. طبعا زي ما انتم عارفين أنا عملت الفسيخ دوت في رمضان. أنا فتحت عليه بعد 12 يوم بالظبط، يعني أنا لما عملته يوم 10. النهاردة 21 فتحت عليه طلع زي الزبدة. وزي ما انتوا عارفين انا كنت عاملة الفسيخ بتاعي دوت، يعني كنت حاطة كل اتنين في لفة لوحدهم اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا الفسيخية عاملة ازاي، تحفة تحفة اهو. هنفتح بقى الفسيخية مع بعض كده ونشوفها من جوه استوت ازاي. بصوا كده حاجة عظمة، حاجة فاخر من الاخر. استنوا استنوا، هفتحها لكم عشان تشوفوها من جوه. شايفين؟ شايفين الفسيخية عاملة ازاي من جوه؟ اهو بصوا، طبعا انا هشيل الراس وهغسلها من جوه الفسيخية، بس هطلع لكم حتة عشان تشوفوها. شايفين عاملة ازاي زبدة وطعمه تحفة اهو. هنشيل بقى الراس وهننضفه واغسله تحت الحنفية عشان نشيل الحاجات السمراء اللي جوه دي. طيب نفتح كمان واحدة تانية ونشوفها زي الأولانية ولا لأ. اهو بصوا، عايزة اقول لكم بقى انا هفتح على اتنين، على لفتين من الفسيخ تمام كده اهو. بصوا من جوه عامل ازاي، زبدة يا جماعة زبدة. بصوا بقى انا هنضف الفسيخ بتاعي، هفتح اتنين وهسيبهم زي ما هما كده، يعني دول انا هخليهم تمام كده. فعشان كده انا ما شلتش القشر من بره اهو، لسه هخليهم بس هحطهم على جنب، وهفتح اتنين تانيين لفة تانية فيها اتنين. ديت انا مش هخليها تمام كده. تابعوا بس معايا الفيديو وانتوا هتشوفوا كل حاجة. وصلوا بقى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة. وادي اللفة التانية اهو بعد ما فتحتها. بصوا انا هنا كنت غسلت الفسيخ بقى هنا، هبتدي بقى انضفه واشيل الزعانف بتاعته اهو بالشكل دوت اهو. وهشيل كمان القشر بتاعه. دول اللي انا هنضفهم دول، هشيل القشر بتاعهم والزعانف وهفتح بطنهم واغسلهم واغسل الفسيخية كويس. دول انا مش هخليها، يعني هخليها زي ما هي مفتوحة كده، خليها زي ما هي، والاتنين التانيين هما اللي هخليهم. يعني ما تحبي تنضفي الفسيخ، يعني في ناس بتحب تاكله مخلي وفي ناس بتحب تاكله زي ما هو مفتوح كده. طيب انت لو بتحبي ان انت تاكليه وهو مفتوح كده، طبعا هتشيلي القشر بتاعه وهتنضفيه وتشيلي الزعانف بتاعته تمام كده. طبعا اهم حاجة الراس بتتشال في الحالتين تمام كده. طيب انا هنا هشيل القشر وهفتح بطنه وهنضفه واغسله تحت الحنفية. طيب لو انا بقى حابه ان انا اخليه، فما فيش داعي ان انا اشيل القشر خالص، لان كده كده هو بيتخلى فالجلده بتطلع لوحدها بالقشر فبتترمى، فملهاش اي لازمه تمام كده. بدل ما تتعبي نفسك على الفاضي وتفضلي بقى تشيلي في القشر ويتعبك، لا انت كده كده هتخليه. فتفتحي البطن وتغسلي البطن بتاعته كويس، وبعد كده تبتدي ان انت تخليه بالمعلقه. انا هوريكم برضو في الفيديو وانا بخليه بالمعلقه ازاي تمام كده. طيب اهو تاني فسخية اهو. عايزة اقول لكم بقى، يعني بصوا السلسلة بقت تطلع بكل سهولة اهو. هوريها لكم اهو. بصوا، بصوا بتطلع ازاي بكل سهولة اهو. بصوا انا هنا بقى الفسيخ اللي انا بخليه دوت ده اللي انا ما شلتش القشر بتاعه زي ما انا قلت لكم. هتجيبي بقى المعلقة كده، بس معلش انا ايدي مدارية يعني مش واضح معاكم. هنيجي من عند الديل بتاع السمكية كده ونمسكها، وبعدين نبتدي بالمعلقة
نكحت بقى كده ايه الفسيخ بحيث ان احنا نفصل الجلد عن اللحم. تمام كده، وهتطلع معاكي كلها قطعة واحدة اهو. بصوا واحدة واحدة كده، وبالراحة هتلاقيها طلعت معاكي كلها قطعة واحدة اهو. معلش اصل هو بيزحلق شوية عشان خاطرك مني، انا كنت حاطة زيت وانا بخلله، كنت حاطة زيت اهو. بصوا الجلدة طلعت ازاي، ده المخلي. فانا عاملة النوعين لان انا بحب الفسيخ المخلي، وجوزي بيحب الفسيخات تبقى مفتوحة كده على بعضها محطوطة زي ما هي. فانا عملت كده وعملت كده، فحبيت برضو ان انا اوريكم يعني انت لو حابه تخلي الفسيخ تخليه ازاي، وتتعاملي مع الفسيخيه ازاي من غير ما تشيلي القشر بتاعها ولا الزعانف بتاعتها عادي، وتخليها ومفيش اي مشكله. بالنسبه للفسيخ التاني طبعا انت لازم تشيلي القشر، تشيلي الزعانف بتاعته، وتغسليه كويس جدا، وبعدين تبتدي تحطي بقى الفسيخيه وهي نظيفه وزي الفل. تمام كده. انا هنا خليت فسيختين، والفسيختين التانيين سبتهم زي ما هما بالجلد بتاعهم. تمام كده. اتمنى ان انتوا تجربوا التخليل بتاع الفسيخ بتاعي ده، هيعجبكم. وعايزه اقول لكم طعمه مختلف تماما عن بتاع بره، مفيهوش ريحه زفاره زي بتاع بره. طبعا حاجه نظيفه مطمنه وانت بتاكليها. زائد ان بره احنا مش ضامنين بينشفوه ازاي، ممكن يكونوا سايبينه بره في الشمس والدبان بيقف عليه وكده، لا غير ما انت بتعمليه في البيت. يعني بصوا زبده ازاي، زبده. غير ما انت بتعمليه في البيت بتبقي غسلاه كويس جدا، وبتبقي ضامنه ان انت غاسله النخاشيش بتاعته وحاطاه في مكان ما فيهوش دبان ما فيهوش اي حاجه، بتسيبيه ينشف وانت مطمنه ان المكان اللي انت حاطه فيه الفسيخ بتاعك عشان ينشف لا فيه دبان ولا فيه ناموس ولا فيه هاموش ولا اي حاجه هتيجي عليه. يعني بصراحه نظافه، بيبقى حاجه نظيفه وزي الفل. طبعا هنا انا جبت رنجه لان انا عندي بنتي مش بتاكل الفسيخ خالص، فانا هعمل لها رنجايه واحده على قدها. انا بصراحه ما باكلش الرنجه خالص اهو. انا طبعا هنا انا شويتها على عين البوتاجاز، وابتديت بقى ايه ان انا انضفها كده زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. بصوا الاكل كان النهارده تحفه، وعايزه اقول لكم الفسيخ كان طعمه حلو قوي قوي، وما كانش حادق ولا عادب، يعني كان الحدق بتاعه كويس جدا جدا. ده يرجع لايه بقى، ان احنا لما نيجي نخلل الفسيخ لازم تخلليه بالملح الخشن، ما ينفعش ان انت تعمليه بالملح الناعم. تمام كده حبايبي. الملح الخشن ده مهم جدا. طبعا لما يستوي الفسيخ بتاعك، اهم حاجه اهم حاجه ما تخلوش فتره طويله. طيب انا كنت جايبه البوري بتاعي بالحجم دوت، يعني ما كانش كبير قوي، فقعد معايا 12 يوم. لو هو اكبر شويه، يعني لو الكيلو هيطلع معاكي سمكتين او ثلاثه، هتقعديه 15 يوم. تمام كده. طيب لو انت لقيتيه استوى منك، ما تسيبوش بقى ايه في قلب اللفه بتاعته كده، عشان خاطر كل ما بيقعد فتره اطول كل ما هتلاقيه هيحدق معاكي. يعني الافضل ان انت تطلعيه بقى طالما هو استوى، او ممكن تحطيه في الفريزر. انا يعني ما بيستوي معايا بحطه بقى في الفريزر، وابتدي ان انا اسحب منه اول ما يفك كده انضفه وناكله، بيبقى زي الفل ما فيهوش اي حاجه. يا اما تطلعيه تنضفيه وتحطيه في علبه وتشيليه في الفريزر. تمام كده، او في التلاجة. وهنا زي ما انتم شايفين انا خلصت الفسيخ بتاعي، وبصوا عايزه اقول لكم كان طعمه حلو قوي قوي قوي. يعني بصراحه زي ما بقول لكم كده مختلف تماما تماما عن اللي بنجيبه من بره. جربوه واعملوه في البيت، طبعا اوفر بكتير من بتاع بره. حاجه نظيفه وانت مطمنه وانت بتاكليها. عايزه اقول لكم يعني انا سمعت اسعار فسيخ عاليه جدا السنه دي. طبعا انت لما هتجيبيه وهتعمليه في البيت هيبقى اوفر بكتير، وهيبقى نظيف كمان. بكده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. يا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم، ويا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون خفيف على قلبكم. ما تنسوناش بقى بدعواتكم الحلوة، ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتعمليه على الكل عشان يوصلك مننا كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.